في شارع الهرم في القاهرة، في شقة عادية جدا شكلها زي أي شقة ممكن تعدي عليها، بس جواها في سر خلى كل اللي دخلها يهرب وهو مرعوب ومش قادر يبات فيها حتى ليلة واحدة. أول واحد سكن هناك كان راجل بسيط. أول ليلة ليه وهو نايم فجأة شم ريحة دخان، قام يجري على الصالون، لقى النور مولعة في الركنة، مسك مية وجري عشان يطفي، لكن في لحظة اللهب اختفى كأن ما كانش موجود من الأساس. ساعتها عرف إن اللي مستنيه مش طبيعي وإن في حاجة غلط. الراجل ده مستحملش. تاني يوم خرج وساب الشقة. بعدها جه جيران جداد، وكل مرة نفس الحكاية، أصوات خطوات تقيلة في الممرات بالليل، وكراسي بتهتز لوحدها، أصوات ست بتصرخ، ولما تبص تلاقي الظل واقف في الكورنر اسود بالكامل، ملهوش وش ولا حتى ملامح. واحدة من الجارات بتحكي إنها كانت راجعة بالليل، رفعت راسها تبص على العمارة، لقيت نور الشقة مولع، وقفت تركز، لقيت وش واقف ورا الشباك بيبصلها. بس لما جريت تجيب حد من الجيران عشان يتأكدوا، الشقة كانت مظلمة وفاضية. اللي أغرب من كده إن في أكتر من بلاغ اتعمل للشرطة. الضباط نزلوا وفتحوا الشقة وفتشوا من أولها لآخرها، مفيش أي حاجة غريبة، كل حاجة عادية. لكن السكان اللي عايشوا فيها بيقسموا إن الليلة جوه بتتحول لجحيم. وفي مرة ست كانت قاعدة مع أولادها، فجأة سمعوا صوت جري في المطبخ. دخلوا يلاقوا إيه؟ كل الأطباق متكسرة على الأرض، والحنفية مفتوحة لوحدها. واللي أصعب إن في صوت حد كان بيضحك بخفوف، صوت قريب جدا منهم، لكن محدش موجود. في راجل تاني حاول يعيش هناك، بيحكي إنه كان نايم وصحي الساعة 3 الفجر، لقى الساعة بتاعة الحيط واقفة عند الساعة 3 وما بتتحركش. سمع خبط على الباب، ولما قام يفتح مفيش أي حد، لكن الباب من جوه مطبوع عليه كف